السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات وتدابير صفية. اليوم راح نعطيكم وصفة مجربة لعلاج الأورام الليفية أو ما يعرف بالفيبروم. هذه الوصفة ناجحة وفعالة وحصريا على قناتي، قليل اللي يعرفها هذه الوصفة. راح نحتاج فيها زوج مكونات فقط. المكون الأول اللي هو عسل النحل الطبيعي، والمكون الثاني هو أوراق الخوخ. أوراق الخوخ معروفة، كامل تعرفوا فاكهة الخوخ. إذا كان عندكم شجرة تاع خوخ من الأحسن تنحي هذوك الأوراق وتيبسيهم وحدك في الدار. دبريكش واحد هكا عندهم شجرة تاع خوخ ولا يجيب لك هذوما الأوراق تيبسيهم في الدار، راح يكونوا خضر ويكونوا جدد، حاجة نقية. إذا ما كانش عندك شجرة تاع خوخ ولا ما كاش وين تجيبيه، تروحي تشريه من عند العشاب عادي. كما أنا هذا شريته من عند العشاب، هذا قيس 10,000. ولكن شوفوا هذه الاوراق تاع العشاب تلقايها شويه قديمه، اللون تاعها تلقايها هكا تبدل، تلقايها بنيه، لانه العشاب طول عنده هذيك العشبه. من الاحسن تجيبي ورق الخوخ جدد وتيبسيهم وحدك وتطحنيهم. هنا ملاحظه، كي تشوفوا هذو ورق الخوخ حطوهم في حاجه هكا بيضه باش تشوفوا اذا فيهم تراب ولا لا. كي تشوفوهم من عند العشاب، انا حطيتهم هنا في هذا الصحن الابيض، ما لقيتش فيهم التراب، حاجه نقيه، راح نطحنهم مباشره. اما في حال لقيتوا فيهم التراب واش ديروا؟ راح تشلوهم، حطوهم في صفايه وشلوهم، ومن بعد عاودوا نشفوهم، حطوهم ينشفوا باش تروحوا تطحنوهم. وهنا بالنسبه للعسل لازم تستعملوا العسل طبيعي، ما تستعملوش هذاك تاع السكر، لانه مش راح يعطيك نتيجه. عسل النحل طبيعي. اذا تعذر عليك باش تصيبيه ولا لقيتيه غالي ولا تقدري تعوضيه بدبس التمر. دبس التمر موجود في جميع المحلات، والسعر تاعو رخيص في متناول الجميع، يدير 30,000 ولا 40,000 باللارة هكا صغيرة. اذا سواء تستعملي عسل النحل سواء تستعملي دبس التمر. والاوراق تاع الخوخ باينه. دوك انا هذه الاوراق تاع الخوخ راح نطحنها مباشره في المطحنه تاع توابل ولا مطحنه تاع القهوه اللي عندك. المهم راح نطحنوها. اذا ما عندكش مطحنه دقيها في المهراز ومن بعد راح نغربلوها. وفي الوقت اللي نطحن فيه هذه الاوراق راح نتكلم لكم شويه على الفيبروم او الورم الغدي او الورم الليفي. راح نشارك معكم بعض المعلومات اللي نعرفها واللي سمعتها من عند اطباء ومختصين في هذه المجال. راح نعطيكم معلومات على الورم الليفي. الورم الليفي هو عباره على كتله لحميه تتربى لك في مكان ما. والفيبروم يدير بزاف عند النساء اكثر من الرجال، لأنه الفيبروم عنده علاقة مباشرة بالهرمونات، هرمونات الخصوبة عند المرأة، هرمونات الدورة الشهرية. على هذا نلقاو الفيبروم أكثر منطقة يدير فيها هي منطقة الثدي أو الصدر عند النساء، ويدير أيضا في منطقة الرحم والمبايض، تلقايه بزاف في هذه الأماكن. ولكن الفيبروم ما خافوش منه، الفيبروم عمره ما راح يتحول الى سرطان، عافانا الله واياكم، الا في حالات نادره جدا. كما سمعت واحده طبيبه قالت 1% فقط قادر يتحول الفيبروم الى سرطان، الحالات الاخرى اغلبيتها حميده. والفيبروم يدير اكثر عند النساء اللي يكون السن تاعهم اقل من 40 سنه، اللي يكونوا مازالوا في فتره الخصوبه ومازالت تجيهم الدوره الشهريه، لانه الفيبروم عنده علاقه مباشره بهرمونات الدوره الشهريه. اما النساء اللي تجاوزوا 40 سنه قليل وين يدير لهم الفيبروم، وما الا كان عندهم فيبروم مقبل كي يديباسوا 40 سنه راح ينقص هذاك الفيبروم، اللي كان فيهم راح ينقص وينكمش تماما. والفيبروم نقدروا نعيشوا به عادي اذا كان الحجم تاعو ما يزيدش، لانه الفيبروم وين يقلقنا في زوج حالات: كي يكون الحجم تاعو يزيد، وكي يكون في منطقه غير مناسبه. مثلا عندك فيبروم في عنق الرحم، راح يغلق لك عنق الرحم وراح يعطيك بزاف تعقيدات. ايضا كي يكون مثلا الفيبروم في مكان ماشي مكانه، يكون في المبايض راح يعيق عمليه التبويض، ولا كي يكون يدير لك نزيف. في هذه المرحله الطبيب راح ينصحك باش تنحي الفيبروم. وايضا كي يكون الحجم تاعو يكبر، عندك فيبروم قاعد غير يكبر، من الاحسن تنحيه. اما في الحالات الاخرى تبعيه غير بالإيكوغرافي، اذا عندك فيبروم وقاعد اسطابل ما كبر ما زاد ما والو، ينصحك الطبيب باش تخليه ومره على مره تبعيه. هذه هي. هنا البنات شوفوا، هاني رحيت هذوك الاوراق تاع الخوخ غربلتهم، ودوكا راح ندير لهم الحسل الحر. لازم نغربلوهم باش هكا يجوا كيما العقده.
وهذوك الاوراق اللي ما ترحاوش هذوك الخشان، ومن بعد نقول لكم واش ديروا بهم. هنا راح نخلطوا مليح. العقده هذه تكون حاكمه روحها، يعني ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش ناشفه. عينك ميزانك. اذا ما كانش متوفر عندك عسل النحل استعملي دبس التمر، تلقايه في السوبيرات في المحلات، السعر تاعو رخيص لانه الحسل له شويه غالي. ديروا دبس التمر مكان الحسل الحر. المهم ما ديروش هذاك الحسل تاع السكر، ماهوش راح يعطيك نتيجه. يعني اصلا السكر ماشي مليح للفيبروم. وهنا هاي العقده تاعي بعد ما خلطتها تكون هكذا. نديروها في علبه زجاجيه محكمه الغلق ونحتفظوا بها في مكان نظيف، مكان متوسط الحراره، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد بزاف. وهذه العقده راح نتناولوها يوميا صباحا على الريق. يعني غير تنوضي صباح تاكلي مغرف صغيره تاع قهوه، تاكليها يعني تشربيها مع كاس ماء ولا وحدها ولا كيما تحبي. المهم تتناولي ملعقه صباحا لمده 3 أشهر، يعني حتى تخلص لك هذه العقده. راح تشد لك مده طويله. راح ناكلوا الصباح برك البنات، الصباح لمده 3 أشهر على الريق. وفي الليل واش راح نديروا؟ في الليل راح نديروا تيزانه تاع اوراق الخوخ. هاي لك العقده هذه نتناولوها في الصباح فقط. اما في الليل راح نديروا تيزانه، سواء ديريها بهذو الاوراق اللي غربلناهم، سواء ديريها باوراق يعني عاديه تاع الخوخ اللي شريناها في الاول. وهاي لك العقده. يعني هذه الكميه راح تشد لك، هذه قيس 10,000 راح تشد لك اكثر من 3 أشهر، لانه راح نتناولوا ملعقه صغيره فقط صباح. وهاي كيفاش تجي. وهذه الوصفه نعاود لكم تصلح للفيبروم. اما الاخوات اللي عندهم الكيست تكيسات ننصحهم بالقطف. انا درت الوصفه تاع القطف هاي في قناتي. القطف الكيست والفيبروم ماشي كيف البنات. الفيبروم هو لحمه ورم حامض، اما الكيست هو عباره على كيس مائي. صا ديبون واش يجي فيه الداخل. كاين الكيس اللي فيه الماء، كاين اللي فيه الشعر، كاين اللي فيه يعني الكيس ماشي مليح. يعني الكيس قادر يتحول لا قدر الله الى حاجه اخرى. اما الفيبروم هو ورم حامض قليل وين يعني يتحول لك الحاجه اخرى. وهنا شوفوا البنات هامليك الاوراق تاع الخوخ هذو خليتهم باش نديروهم تيزانه في الليل. يعني انت كي تجي ترحي في الاول خلي كميه باش ديري تيزانه لمده 3 أشهر. هذه الوصفه البنات 3 أشهر تتناولوا ملعقه من هذا العقده صباحا على الريق، وبعد نص ساعه تروحوا تتناولوا فطور الصباح تاعكم، تشربي قهوتك بعد نص ساعه. اما هذيك التيزانه تاع الاوراق تشربي كاس في الليل يوميا لمده 3 أشهر. يعني طريقه راهي واضحه، واللي ما فهمتش ولا كان عندها سؤال ولا تكتبه لي في التعليقات وراح نجاوبها. ايضا اذا كنتوا تعرفوا كاش وحده عندها الفيبروم وراهي تعاني من هذا المشكل شاركوا معها الوصفه. وفي الاخير نقول لكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه باش توصلكم فيديوهاتي، والى اللقاء.